اسبوعين، مش من 10 سنين. 6-1 فرقه ما فيهاش اضافه، اسلام سليماني نازل بيلعب باسمه، لكن انت بتعمل ايه؟ كوره بسيطه. لو الكابتن محمد الشناوي مش واخد على صيد السمك، مش واخد على كده، ده يبقى كارثه، ده يبقى كارثه. ناس بتشتغل من الصيف اللي فات على الصفقات، ما خلصوش حاجه لحد دلوقتي، ما عينوش مدير تعاقدات، وبيزعلوا لما احنا بنقول. ما تزعل يا عم، مش هيفرق معايا زعلك، يفرق معايا مصلحه النادي. مش هيفرق معايا زعلك، هيفرق معايا مصلحه المكان، وهنقول كلمه الحق. فين صفقات؟ فين انتقالات؟ جاي دلوقتي تقول لي اصل اجازه الكريسماس. طب ما انت شغال عليها من الصيف، ما خلصتش ليه؟ ما مضيتش ليه وقلت يجي لي في كذا؟ كل شيء اصل احنا بنفاضل. هتقعدوا تفاضلوا طول عمركم؟ تفاضلوا طول عمركم؟ هو في ايه؟ ونيجي اصل احنا متمسكين بالتقسيط، كل الفلوس اللي داخله لك دي ومتمسك بالتقسيط؟ ده انت رعايه بالمليارات، ده انت كل بطوله بتشارك فيها بتجي لك فيها فلوس. الله، هو انت تجيب لي صفقات مضروبه وترجع تقول لي مش عارف ايه ايمن ده مين اللي جاب؟ ما انتوا اللي جبتوه والراجل قال مش عاوز. ماشي؟ نيله ده بيرسي تاو والصدام اللي مع الراجل، وكان لعيب مبدع وكذا وكذا وكذا، ما حدش بيتدخل بين اللعيبه بعضها. رضا سليم قال لك ما قاليش اطور مستواي ازاي؟ اللي احنا اصلا كنا كده هنعمل له اعاره من غير ما نعرف ايه اسباب المشكلات وايه حلولها. النهارده انت بتشحت كوره، انت واقف ورا بتقول والله زمان يا سلاح. ما يكونش يا اخوانا الواد كولر اتعادى من الناس بتوع انبي، قال لك ما هو برضه ممكن يجي لهم، ما هو جالهم ضربه جزاء وكانوا ممكن يكسبوه. واخد على اللعب الدفاعي، والاهلي بامكانيات. هو انت بتشوف السيتي مثلا بيلعب جيم دفاعي قدام اي حد؟ يا راجل بتشوف ابسوتشي ده بيلعب جيم دفاعي؟ ده مقطع تشيلسي امبارح. في يا جماعه، في يا اخوانا حرام بجد والله. لا حد بيكلم الراجل ولا حد بيتناقش مع الراجل، والراجل تحس انه ماسك علينا مثلا زله. ايه التشكيل ده؟ كريم الدبيس مره واحده من المخيمات انزلهم ما بيلعبوش حتى في مكان. طب ما تلعب في الحته دي قدام اخوك خالد عبد الفتاح عشان مش عدله رجلته يا بيه، مش عدله رجلته. طب ما انت مقعد اكرم توفيق بره طالما مش هتستفيد بيه في الملعب، وسط ملعب، ما تلعبه باك رايت، ما طالما انت مش كده، يعني طالما مش ناوي تهاجم وهو ما بيعرفش يرفع اوفر، خلاص تلعبه باك رايت مع اخوه خالد عبد الفتاح. لعبهم الاثنين قدام بعض. العب، ده انت بتلعب 4-5-1 ده حسين الشحات بيشتت اكتر ما يطلع لقدام. ايه يا اخوانا في ايه؟ الراجل لو عاوز يمشي اقعدوا معاه. الراجل بقى الكآبة على وشه، بقت الكآبة على وشه. شوفوا الكآبة على وشه ليه؟ مش مبسوط خلاص، كل واحد يروح لحاله. المدربين بالكوم، انتوا مش لو الشرط الجزائي المشكله اقعدوا معاه وحلوها. انا عاوز الراجل يرجع يضحك. هو لو رجع يضحك معناها ايه؟ معناها انه مستمتع بالعمله. لكن عندك موظف كئيب بتخش تلاقيه مبوس، خلاص ده هتساله في الشغل، هتكلمه في الشغل، هتكلمه على التطور في الاداء، هتكلمه على الابداع في الاداء. مش هيحصل انك تكلمه في ده. هتكلمه في ايه؟ هو ده بتخش تلاقي موظف عامل كده ضارب البوز. طب الاول كان يضحك بتاع الكوره ويضحك ده ويضحك ده ويضحك المصور ويروح يسقف للجمهور وكده. ايه اللي حول كولر كده؟ هيروح لخالد الجوادي؟ ده لو خالد الجوادي هو اللي يخليه يرجع للابداع والتالق ارجعه للمدرب واحط له حدود واجيب له دكر يبقى مدير كوره، زي ما كان في دكر مدير كوره اسمه سيد عبد الحفيظ. ما كناش بنسمع ان خالد الجوادي ده بيتدخل في اللي مالوش فيه. ماشي؟ لكن الراجل حاسس انه غريب، مفيش حد بيكلمه، حاسس انه مستباح، حاسس انه مفيش حد بيعمل له طلباته. ما حدش بيتكلم معاه ولا هو بيتكلم مع حد، وكل شيء بيترجم له وبيروح له. ما تشوفوا له حل، شوفوا له حل. ده مش النادي الاهلي اللي بيلعب قدام شاب الاستاذ، ده مش النادي الاهلي. انت تعرف انك انت ممكن تخرج من البطوله اصلا؟ ليه يا عم الحاج ممكن تخرج؟ بص يا سيدي، انت عندك كام نقطه يا بيه؟ عندك 7 نقاط. جاي لك مين في مصر؟ جاي لك اورلاندو بتاع جنوب افريقيا، اللي هو عنده ماتش بكره مع اسك. يكسب اسك يبقى كام بونت؟ يبقى 8. يجي لك هنا يرخم عليك يبقى 8، تبقى انت 8 وهو 9. طيب هناك بقى بلوزداد اللي 6 بونت، ها الجوله اللي جايه هو عنده اسك. احنا اللي عندنا اسك الجوله الجايه، بس عندنا اسك بره. لو ما كسبتش اسك بره جود باي اند جود لاك، لانك اورلاندو اللي هيجي لك في الختام. تبقى فضيحه بجلاجل.
تبقى فضيحه بجلاجل. عاملين لجنه تخطيط، وعاملين لجنه سكاوتي، وعاملين شركه كور واداره كور، ومدير رياضي هيحط اختصاصات تحت ايد، ومدير تعاقدات لسه ما جاش، وعاملين كل ده مش عارفين لا نعمل صفقات ولا نخلي الفرقه تلعب باستمتاع. كل حاجه واقع عقوبات. فين لائحه العقوبات اهي؟ لا تعادلتوا مع بيراميدز وده ثالث تعادل ليكم. اللائحه بتقول لو تعادلتوا مش عارف ايه تعتبر لا ايه العقوبه مش عقوبه تعادلات، دي عقوبه هزيمه. وقع عقوبات ولا بقى فارق مع اللعيب. ليه؟ اللعيب بيروح له بيه اي حلقه ولا اي اعلان ولا اي زياره لافتتاح اي سوبر ماركت ولا اي محل بتاع كبده ولا اي حاجه، بياخد له $50,000 و$100,000 مش مستنيه. الشناوي النهارده ما اعرفش مش شايف ولا عليه ضغوط، يعني مش شايف ولا عليه ضغوط ولا مش مركز ولا الواد شوبير قاعد بره مكهربه. ما هي دي كوره، دي غلطه ساذجه، غلطه ساذجه خلتك كسرت رقم القياس، غلطه ساذجه خلتك رجعت من الجزائر بهزيمه وكسرت سلسله اللا هزيمه في دوري ابطال افريقيا مع نفس المدرب مش مع حد تاني. فالموضوع يحتاج. وبعدين ايه، احنا ما فيش اكتر من عندنا من ايه، لا 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 كابتن شوبير يطلع، لا 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 الاداره شغال بس الصفقه دي لا، بس الصفقه دي لا، بس طب بيشتغلوا في ايه؟ طب ما تقول لنا ايه اللي شغالين عليه؟ ما تقول لنا ايه اللي شغالين عليه؟ واحنا هنطلع نكلم الناس وندلس على الناس بمعلومات كاذبه؟ عمرنا ما نعمل كده.